السلام عليكم، ايه الاخبار؟ يا رب كله بخير. مع حضراتكم كابتن احمد علاء من بيون زينون. النهارده عندنا ريفيو ان باكجنج للمضرب بابولا بيور ايرو الكروز. زي ما حضراتكم شايفين المضرب، يعني هوريكم دلوقتي اللون. بجد من المضارب المميزه جدا في اللون بتاعها. الديزاين عامه ديزاين كده تحسه اللي هو هايبر اكتف. بص، انا عايزك تشوف بس اللون. مضرب، لا يعني تحفه جدا. مضرب تحفه جدا. المميزات بتاعه المضرب ده، اول حاجه عندنا السبان بتاعه عالي جدا. هو اصلا مينلي سبان. المضرب فيه سبان باور كنترول، بس المينلي سبان بعد كده باور اوفر كنترول. طيب يعني ايه الكلام اللي انا بقوله؟ يعني اهم حاجه في المضرب واللي هم مركزين عليه في الديزاين بتاعه السبان. يعني المضرب لو انت لعيب بتحب السبان، بتحب المين كورس بتاعك سبان. لو انت لعيب بتلعب سبان، ده المضرب البيرفكت ليك. طيب يعني ايه باور اوفر كنترول؟ يعني ستيل موجود فيه باور بس وكنترول، سوري، يعني ستيل موجود فيه باور وكنترول، بس الباور اعلى من الكنترول. كنترول هتلاقيه قليل جدا. المضرب ده التوب سبين بتاعه حلو جدا. السبين او التوب سبين خصوصا من على البيز لاين، وده بسبب تقنيه او تكنولوجي الاف اس اي سبين. ده بيخلي السترينجز تتحرك بحيث انها تفت الكوره، فتديك السبان بتاعك سموث جدا او سلس جدا. المضرب ده سلس جدا في التحرك، في السوينج، في الحركه. مش هتحسه تقيل، رغم مثلا حتى لو جبت الويت بتاعه 300 جرام، ستيل الهيد هيفي، الاتش ال هيد هيفي. والبالانسد، المضرب هتلاقيه بالانسد، فده بيكون خفيف جدا على ايدك. بس ستيل انت محتاج ايدك تكون قويه عشان تمسك مضرب من النوع ده، خصوصا في الفاست ستروكس والريتيرن اوف سيرف. مقارنه بالموديلات اللي فاتت كلها من الايرو، المضرب ده افضل مضرب فيه كنترول بينهم. المضرب بيديك راحه افضل، والسنس والفيلينج بتاع الكوره بيبقى اعلى بكتير بسبب ان فيه الياف كتان اللي هي الفلكس، وده بيعمل على تقليل الفايبريشنز وبيديك صوت اللي هو الارتداد بتاع السترينج. حاجه جامده جدا للناس اللي بتركز في الحاجات دي. زي ما قلنا المضرب فيه باور وكنترول، فهو بالانسد، بس ستيل المين بتاعه سبان. دي كانت مميزات المضرب. هنتكلم دلوقتي عن عيوبه. اول عيب، بيتطلب قوه بدنيه معينه او ليفل معين في القوه البدنيه، خصوصا في الايد، لان المضرب بيحتاج السوينج يكون اسرع، الفوت وورك بتاعنا يكون حلو جدا، بيحتاج البريبريشن بتاعنا يكون توب، يعني بيرفكت قدر الامكان. ستافنس بتاعت المضرب، لو السترينج مش مناسب، ممكن تاثر على الايد. فاحنا عشان كده محتاجين الايد بتاعنا خصوصا اليمين تكون اقوى من اي ماسل تانية، خصوصا مع المضرب ده. طيب في سترينجز معينه للمضرب، في ريكومنديشن معينه. اول حاجه طبعا، يعني بما ان هو بوبولا، فهو مرشح لك البوبولا ار بي ام والبوبولا ار بي ام رف. طيب ممكن ايه انا ارشحه لك تاني؟ ويلسون ريفولفو. ويلسون ريفولفو سبان سيم زي الار بي ام، هما الاثنين تقريبا يعني سيميلر قوي. فده هينفع، ده هينفع بسبب الفيتشرز اللي هي الاف اس اي سبان. بيديك باور حلو جدا مع الكوره، خصوصا لو انت مركب له سترينج باور مع الشده تظبط لك ده كله. بس ده ممكن ياثر عليك سلب، ان انت تلاقي كوره كلها اوت، كوره كلها عاليه. فده محتاج منك كنترول حلو جدا على الكوره عشان تيجي ان ايا كان الباور بتاعه. طيب دلوقتي هنتكلم المضرب ده لمين اصلا، مين مش هيحبه او مين مش هيبقى مناسب ليه. هقول لك المضرب لمين. اول حاجه، لو انت مبتدئ ايدك ضعيفه المضرب مش هتحبه. لو انت بتدور على مين باور وكنترول، هرشح لك مثلا في بوبولا بيور درايف مثلا. لو انت محتاج الكنترول يكون عالي، برضو مش هرشح لك المضرب ده. لو انت محتاج مضرب خفيف للسيدات او للاطفال، مش هرشح لك المضرب ده. طبعا كل ويتس تختلف، انا دلوقتي بتكلم عن ويت 300 جرام. لو انت مثلا سيده او ليديز او طفل، لا في يعني ممكن نتكلم في الوزن 270، ممكن نتكلم في الوزن 250 على حسب السن. طيب المضرب ده لمين اصلا؟ المضرب ده للمستوى المتوسط اللي هو انترميديت، او ادفانسد اللي هو محترف او متقدم، خصوصا لو عندك السوينج بتاعك سريع جدا، الريبيشن بتاعك حلو، الفوت وورك بتاعك، الرياكشن بتاعك عالي. المضرب ده هيبقى بيرفكت جدا. لو انت بتحب السبان خصوصا من البيز لاين، ده المضرب بتاعك، ما فيهاش نقاش، ده المضرب بتاعك. طيب ايه الخلاصه من الاخر؟ المضرب بوبولا بيور ايرو الكروز 2023. بالمناسبه ده احدث موديل نزل من شركه بوبولا 2023. مش معنى ان السنه قديمه معنى كده ان في موديلات نزلت، لا. بوبولا مثلا عندنا في البيور درايف نزلت 2021، والموديل الاحدث منه على طول 2025. باختصار المضرب ده السبين بتاعه عالي جدا، الباور بتاعه ممتاز، في فيلينج حلو للكوره. مضرب بالانس بين الباور والكنترول، بس زي ما قلنا هنقولها تاني، المضرب سبين اوفر باور اوفر كنترول. يعني سبين اهم حاجه، باور كنترول، تمام. المضرب محتاج زي ما قلنا السوينج بتاعنا يكون عالي، ايدي تكون قويه،
الرياكشن بتاعي يكون سريع جدا، سواء في الفتور سواء في البريبريشن للضربه، لازم اكون سريع. لو محتاجين ان احنا نرشح لكم اي مضرب ابعتوا لنا على الواتساب او ابعتوا لنا على اي سوشيال ميديا، هنرد عليكم سريعا وهنرشح لكم المضرب اللي انتوا حابينه.